اكتشف واحد سمكة عملاقة غامضة مخفية في حفرة صيد مظلمة. جنبها كان فيه لوح حجري مكتوب عليه فشل 100,000 مرة. اتشوق يعرف نوع السمكة اللي ممكن تكون صيدها صعب كده، فطلع على طول حبل من القنب عشان يستخدمه كخط صيد. بعدين لقى بعفوية عصا من الخيزران عشان يستخدمها كرمية، وفي الآخر استخدم غصن شجرة كخطاف. بعد ما خلص كل التحضيرات رمى الخط في المية، وبالفعل في اللحظة اللي دخل فيها الغصن المية سمكة ذهبية عضت الخطاف. اغتنم اللحظة المناسبة وسحب السمكة العملاقة بسهولة. كان متوقع إن الصيد هيكون صعب جدا، لكنه ما توقعش إنه هيمسك السمكة الذهبية بالسهولة دي. اللوح الحجري جنب منه سجل المحاولة دي. في اليوم اللي بعده راح يشارك في مسابقة صيد. أطلقوا سمكة عملاقة وزنها 500 رطل في الحفرة المظلمة. النوع ده من السمك مشهور بقوته الغير عادية، مستحيل شخص واحد يسحبها لوحده. قريب المتسابق رقم 1 تقدم، استخدم رماية بطول 45 متر ورمى بقوة. في الثانية اللي بعد كده السمكة اللي جاعت لمدة 7 أيام عضت الخطاف على طول. المتسابق رقم 1 سحب الرماية لفوق بسرعة. الرماية كادت تنحني لزاوية 90 درجة. بعد ما حس بالألم السمكة بدأت تتخبط بعنف،